صباح الخير على حضراتكم جميعا، واهلا وسهلا بكم في صفحه مشجع اهلاوي مع حمدان نور الدين. يا رب الجميع يكون بخير. طبعا امبارح كان في لايف من اسامه حسن من على صفحه طارق السيد، زي ما اتعودنا هو يوم واسامه حسن يوم. امبارح اتكلم في حاجات كتير قوي، كان نفسي اجيبها لكم بس للاسف الفيسبوك رفض. ان انا كنت رافع الفيديو ببعض المقتطفات لاسامه حسن، الفيسبوك رفض الفيديو. طبعا رجعت عملت الفيديو ده تاني. اسامه حسن امبارح اتكلم على اسوريو، هاجم اسوريو زي طارق السيد ما هاجم اسوريو قبل كده. اتكلم على محمد صبحي ومحمد عواد، ان طبعا اسوريو قال انا رقم واحد عند محمد صبحي، فبيقول لك بالتالي ان محمد صبحي ما عادش حاطط في دماغه ان هو كده كده الجواني الاساسي خلاص، ما عادش حاطط في دماغه. ومحمد عواد بيتدرب او ما عادش ليه نفس للتدريب علشان عارف ان هو كده كده قاعد. مصطفى شلبي وعمرو السيسي افضل لعيبه في مصر. اهلي او اداره النادي الاهلي ما تقدرش تغرم كهربا وامام عاشور. واتكلم في مشكله محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم. طبعا هجس كتير اسامه حسن، واحنا عارفين ان اسامه حسن واحد من الناس طبعا اللي كان بيقول لك على مسؤوليته وعلى ضمانتي انا بفوض حسين الشحات، او ما كانش بيقول اسامي بس في الاخر اتضح ان هو حسين الشحات ومحمد شريف. واحنا عارفين ان اسامه حسن ملوش اي 30 لازمه في الاعلام، وبيطلع يركب الترند وخلاص باي كلمتين والسلام. الجديد بقى في الموضوع ان الاتنين اكدهم، انا ما رضيتش اتكلم في فيديو طارق السيد على تاكيد ان عمر هريدي طلع بتصريح جميل قوي، المرشح على مقعد مجلس اداره نادي الزمالك. جميل قوي في الموضوع ان بيقول لك تصريح عمر هريدي الزمالك رفض 50 مليون دولار لدعم قطاع الناشئين او الاستثمار في قطاع الناشئين في نادي الزمالك. طب هو الفيفا بيتلعب مين او بيستثمر عند مين علشان يسيب العالم كله ويجي يستثمر في الزمالك ب50 مليون دولار؟ يا عم انتوا الناشئ اللي طلع عندكم كويس عمر خضر بعتوه لي زد ب3 مليون جنيه، زد باعه ب3 مليون استرليني. يعني هو ما تلاقاش الا اداره نادي الزمالك علشان يستثمر فيها ب50 مليون دولار. طب دي لو اداره واعيه، ده احنا اقسم بالله كل المرشحين على مقعد رئيس نادي الزمالك تصريحاتهم تسد النفس. والله دول لو مرشحين في الاهلي لا هيطردوا بره بوابه النادي. ميرفت سيد بتقول لك قناه الزمالك تعرض مسلسلات وافلام لدعم النادي. حسين لبيب بيقول لك نزرع 20 شجره حوالين النادي. فاروق جعفر نفتح حضانه داخل النادي. عمر هريدي نفتح فرع تاني في غزة. طب لما تفتح الفرع الأولاني، دي تصريحات. ده الإدارات اللي هتمسك أو أيا كان منهم هيمسك نادي الزمالك وهينافس به في دوري وكاس وكم بطولة تانيين. انت عندك 28 لعبة، لازم تشوف هتجيب موارد منين، هتجيب لاعيبة ازاي، إداريين. تزرع شجر ايه يا عم وتعمل وتفتح قنوات. احسن حاجه بصراحه ميرفت سيد قالتها المرشحه على عضويه مجلس الزمالك، ان قناه الزمالك فعلا تعرض افلام ومسلسلات، ده حلها احسن ما يجيبوا ناس تطبل. ولو وصلت معانا لحد كده الفيديو اخبط اللايك، اشترك في الصفحه، لو انت معانا على اليوتيوب اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.